لك في فيديو واحد فوق الساعة، فمتوقع ايه غير انك هتتفرج على حاجة عظمة على عظمة، وده لان الاحداث مولعة، البطل جامد. بتفرج على الفيديو ده للاخر عشان هيعجبك جدا. وقبل ما نبدأ ما تنساش اللايك، ويلا نبدأ. ده هو رينتو، عيل كحيان طالع عينه في الشغل بتاعه واللي هي مهنة المغامر. بيصحى من نومه وبيلعن الفقر اللي هو فيه، بيقول في نفسه انا ليه ما بقيتش غني لحد دلوقتي، اهو على الاقل لو كنت غني كنت قدرت انام زي ما انا عاوز. بيلبس هدومه عشان يستعد لشغله اللي هو اصلا بيعيشه بالعافية، لكن هيعمل ايه، هو ده المقدر ليك يا صاحبي. المهم بيروح لنقابة المغامرين عشان يختار مهمة يروحها، ما بيلاقيش قدامه غير مهمات قتل الوحوش وتجميع الاعشاب الطبية. صحابه في النقابة بيعدوا عليه وبيسالوه لو هيروح لمتاهة القمر المنعكس النهارده ولا لا. عرفهم انه هيشوف اي مهمة كويسه هيروحها، ولو ملقاش فهيروح للمتاهه. بيقولوا له خلصانه يا عم، احنا هنسبقك على هناك. وبنعرف ان المغامرين بيشتغلوا مع بعضهم عن طريق انشاء مجموعات، لكن رينتو هو المغامر الوحيد اللي شغال لوحده، والسبب في ده لانه ضعيف رتبته في النقابه هي الرتبه النحاسيه، برغم ان بقاله 10 سنين شغال في الشغلانه دي، بس قوته مش عاوزه تزيد مهما يشتغل على نفسه. بعد كده رينتو بيشتري قطعه من الخبز عشان خلاص هو رايح للمتاهه. بيوصل فعلا لعندها، واول ما بيدخلها المكان بيكون ضلمه جدا. رينتو بيفضل يتجول في المكان علشان يلاقي وحوش، بس بدل كده بيلاقي ممر سري. بيتبسط جدا لان الممر ده محدش يعرف عنه حاجه، ولو حالفه الحظ ممكن يلاقي كنز جواه. بيقرر انه يدخل جوه الممر، ولما بيعمل كده بيلاقي مكان مخفي وجواه وحش شكله غريب ما بيسمعش عنه غير في الاساطير. رينتو اتجمد في مكانه من الصدمه، واللي هو انا ايه اللي جابني هنا، انا لو امي داعي عليا ما كنتش قابلت الوحش ده النهارده. لكن وقت الندم خلاص عدى يا صاحبي. الوحش بيهجم عليه وبدون اي مجهود يذكر بيبلعه في غمضه عين. بس ثواني كده انا لسه عايش وحاسس بجسمي. بيروح عشان يشوف وشه في الميه اللي قدامه، وبيلاقي انه اتحول لهيكل عظمي. بيتساءل ده حصل ازاي وامتى وفين، وليه حتى يا ربي ما تحولتش لتنين. بيقرر انه يرجع للمدينه بتاعته، بس بيفتكر انه حاليا هيكل عظمي، ولو راح للمدينه الصحراء هيفتكروه وحش وهيخلصوا عليه. رينتو بعدها بياخد السيف بتاعه وبيفضل يتجول في المتاهه وبيشوف وحوش اشكال والوان. بيقول في نفسه انا هستنى هنا كام يوم كده لحد ما يجي واحد من المغامرين واقول له على اللي حصل لي. بس ايه ده، بيتفاجئ انه مش قادر يتكلم وبالشكل ده فمحدش هيقدر يفهمه. بيلاقي قدامه هيكل عظمي وبيقرر انه يهجم عليه ويشوف ايه اللي هيحصل، بس هو بيرفع السيف عشان يخلص عليه. السيف بيكون تقيل على هيئته الحاليه وبيوقعه في الارض، ومن حسن حظه انه من ضعف الهيكل العظمي اللي قدامه رجله بتتكسر وبيقع على الارض هو كمان. رينتو بيقول في نفسه طالما هو اتحول لوحش يبقى كده عنده قوه سحريه. بيجرب يقول كذا كلمه عشان يفعل القوه ديت، وفعلا اول ما بيقول كلمه قوه الاراده جسمه كله بينور وبتحيطه هاله من الطاقه، والهاله دي بتختفي اول ما رينتو بيستعيد جزء من قوته، وبالقوه دي بيقدر انه يكسر الجمجمه بتاعه الهيكل اللي قدامه. بس بتحصل حاجه غريبه، الهيكل العظمي بعد ما مات بتخرج طاقه من جسمه وبتدخل في جسم رينتو. بيفتكر كلام صديقته لورين لما كان قاعد معاها وكلمته عن نظريه التطور الوجودي، والنظريه دي بتحصل لما الوحش بيخلص على وحوش كتيره وبيحصل على الطاقه اللي فيها، وعن طريق الطاقه دي جسم الهيكل العظمي ممكن يتحول لجولم